فغير طريقة تفكيرك عشان تقدر تنمي من نفسك وتوصل. ما تقعدش تبص اصل فلان معاه وانا معيش، اصل هو ده رزقه. يا عم الرزق ربنا بعته للكل، صدقني ربنا بعت الرزق للكل. فحضرتك اشتغل، الرزق موجود في كل حته. اطلع اشتغل، اتحرك، اشتغل اي شغلانه، دوس على نفسك، ما تخليش جسمك ياخد على الكسل والتعب وتقول اصلي فلان معدي صاحبي ده كان مش لاقي ياكل النهارده معاه عربيه. طب يا فندم ما حضرتك انت ما اشتغلتش، انت شفته هو بيتعب، شفته هو بيشتغل، شفته لما بيصحى الصبح بدري، شفته لما بيقعد سهران بالليل في الشغل؟ ولا حضرتك بس فالح تشوفه هو وطالع معدي بالعربيه وتقول يا ده ما كانش لاقي ياكل، ده بقيت معاه عربيه، ده بقي معاه بيت. يا بني ادم ما هو تعب، اتعب زيه وانت هتلاقي. فاحنا بنمر بظروف صعبه والدنيا غاليه والكلام ده كله، بس بدل ما انت شغال 10 ساعات تشتغل 12، بدل ما انت شغال 12 اشتغل 15، بدل ما انت شغال شغلانه واحده شوف شغلانه تانية. ومع الوقت وبعدين احنا مش هنستمر ان شاء الله في الازمه دي، يعني اكيد هتعدي والدنيا هتبقى زي الفل. بس اشتغل، اتحرك عشان توصل لهدفك اللي انت عايزه، اللي انت مش عارف توصله.